السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم البغرير بالطريقه ديالي اللي الحمد لله عمره ما حشمني مع الكليانات، وبزاف اللي طلبوا مني انني نحضروا معاهم. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه، هنايا عندي 4 ديال الكيسان ديال الماء يكونوا دافي. الماء ما خصوش يكون سخون بزاف، خاصو يكون دافي، يعني 4 ديال الكيسان. هنايا عندي معلقه متوسطه ديال الخميره الفوريه، ماشي معلقه كبيره، تكون غير متوسطه. بالنسبه للسميده، هنا هذه اللي كنديروا بها الحرشه، غادي ندير 2 كيسان، يعني الكاس اللي غادي نعبر به الماء نفسه غادي نعبر به السميده. وهنايا عندي كاس ونص ديال الدقيق الابيض. سمحوا لي الصوت ديالي راني شويه عيانه، ولكن ندير المجهود باش تسمعوني وتفهموني مزيان. هنا عندي خميره ديال الحلويات معلقه صغيره، والملح على حسب الخليط. حاولوا انكم ما ديروش البغرير مسوس، حيت الا جا مسوس حتى هو راه سر باش يتقبلكم البغرير. ومعلقه صغيره ديال سكر حبيبات. كما قلت لكم الملح ديروا القياس ديالكم، يعني ما تنقصوش، حيت الا نقصتو سبحان الله راه ما كيتقبش مزيان. بالتجربه واحد النهار غير نسيتو والله ما بغيت تقبلي. صافي كنخلطوا هاد المكونات هادي. قبل ما نطحنهم غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، واحد 5 دقائق، عاد غادي نطحنوا. ضروري تخليوه يرتاح من تخلطوه هكا بالضرب اليدوي. خليوه يرتاح واحد 5 دقائق، عاد خويوه في الكاس. كما كتشوفوا الخليط بحال كيتجمع، عاد غادي نطحنوا ان شاء الله معاكم. كما شفتوا خاصنا نطحنوه مزيان مزيان، يعني طحنوا مزيان، يعني واحد 5 دقائق هكا كنتوما كتطحنوا حتى غادي يبقاو يبانوا واحد الفقاعات. انا هنا من بعد ما طحنته رديته غير في نفس الاناء اللي خلطت فيه. كما شفتوا كيجيو واحد الفقاعات من كيتطحن مزيان. وهنايا ضروري يا البنات نخليوه يخمر 15 دقيقه. حسبوا له 15 دقيقه ما تفوتوهاش، ضروري يخمر. صافي من كيخمر هذا هو القوام ديالو. دابا ان شاء الله غادي نمشيو نسخنوا المقله. هي الاولى ضروري خاصها تسخن. بالنسبه للمقله انا هذه ديال اكسيون صراحه عمرها ما حشمتني، دوك صغيورين. هنايا كندير الخليط القياس اللي بغيتو، يعني انا هنا كندير ديك المغرفه كنعمرها صافي وكنديرها كما شفتوا. وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله النجاح ديالو. كما قلت لكم تبعوا غير الطريقه والمقادير، كما قلت لكم بنفس الكاس عبروا كاع المكونات وخليوه يخمر. ضروري يا البنات تخليوه يخمر، ولكن ما يفوتش 15 دقيقه. وكما كتشوفوا معايا ها هو الحمد لله كيتقب، وانتم كتشوفوا وكيجي واعر. مهم على حسابي، والبنات الحمد لله راهم كيديوها ليا وذاقوه وعاودوا الحمد لله. وراني شاركت معكم الطريقه ديالي، حتى الا بغات شي وحده هكا تشجع وتنوض صايبو فعلاش لا. المهم انا كنت غادي نديرو، قلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. وراه تبارك الله هاد الكميه كتعطي البغرير بزاف. ما حسبتهمش، ولكن تبارك الله راه كتاكلي كاع انت ووليداتك. كما شفتوا من بعد ما كيتقب صافي. كاين اللي كيقلبوا حتى الجهه الاخرى باش يزيد يحمر واحد شويه، كما بغيتو تخليوه، بغيتو تقلبوه غير واحد شويه حتى يحمر في الجهه الاخرى اللي متقبينها صافي. وكتفرشوا واحد المنديل وكتبقاو تحطوا فوق داك هاد البغرير هذا. ما تحطوهش مباشره فوق الطبسي، حطوه فوق شي منديل هكا زوين وخليوه يبرد. انا نعاود معاكم شي حبات كما باش تعرفوا النتيجه ديالو. ما تسيت عليكم حتى حاجه، والله القسم الى نفس المقادير كنديرهم. انا ما كندسش، يعني اي حاجه كنديرها كنعطيها كما كنديرها. ما كنبغيش ما كنقص حتى حاجه، ما كنزيد حتى حاجه، وربي شاهد عليا. ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوا هذه الطريقه. وكما شفتوا هو كيجي تبارك الله خفيف ومثقب ويجي بنين. وان شاء الله تجربوه حتى نتوما وينجح معاكم. وإلا جربتوه خليوا لي شي تعليق زوين. وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، والله يحفظكم، الله يخليكم ليا، وبسلامه عليكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.